اطلاقا، ومفيش لقطه اتذاعت في اي حته. هذه هي مباراه النادي المصري على ملعبه امام النادي الاتحاد السكندري. يعني اولا انا شايف مدرجات خلف المرمى فاضيه يا كابتن. تمام. ليه النهارده دي مباراه يعني مدرجات الاتحاد ليه ما دخلش جمهور الاتحاد؟ شيء محزن الحقيقه جدا يعني. ما اعرفش انت سمعت الحوار بتاع؟ انا سمعت الحوار طبعا. هو حضرتك اتكلمت فيها يا كابتن مدحت. انا نفسي الناس تسمع الكلام اللي حضرتك بتقوله. ده هدف جميل قوي على فكره، ده الهدف الاول. ده عبد الله سيسي ولا مين؟ ده سيسي هداف يا كابتن مدحت. بص التحرك بتاعه قاطع زي وسط الناس، هو مش اوفسايد خالص، مش اوفسايد. وبعدين بيجيب الكل بمنتهى القوه، منتهى الاصرار ان انا يعني مش هسيبها الا في الشبكه. مش بحطها. طب وريها تاني يا محمد كده عشان نقطع الشك بالله. لا مش اوفسايد يا كابتن خالص. خدت بالك منها؟ لا انا شفتها كويس، مش اوفسايد خالص. اوكي. طيب وريها لنا تاني يا محمد عشان قلنا هنشوفها تاني وبعدين نرجع نكمل. عبد الله السيم مهاجم من المهاجمين اللي حافظ الجول يعني كام سنتي عارف. وكل اهدافه تدل كده. اهي الكوره اهي. بص يا كابتن، بص هنا الراجل راجع اهو. صعبه جدا. لا يا كابتن الراجل راجع اهو. راجع الاخضر راجع كده وهو راجع بس كده. تمام. لا بعيد، مش اوفسايد خالص. ومحمود شاكر حطها حلو قوي قوي. ما وهي طلعت الكوره. بص يا كابتن هتلاقي واحد راجع اخضر. ايوه مظبوط. راجع اهو. مظبوط. هو قطع من وسطهم بمنتهى قطع بيها الدنيا الوعي. وبعدين بيجيب جون بمنتهى الاصرار. لا من اللعيبه من متابعتك للنادي المصري السنه دي والاتحاد السكندري يا كابتن، والله الاثنين عاملين طفره جميله جدا السنه دي. خاصه اقول لحضرتك يمكن النادي المصري مش جديد عليه ان هو يبقى في مركز متقدم، رغم ان السنتين ثلاثه اللي فاتوا كان بعيد شويه، لكن بيرجع بسرعه. الاتحاد السكندري السنه دي المرسي دي الكره بتاعت المرسي دي كمان جميله جدا. شوف فين يا كابتن؟ ده في العرض ده هدف 100%. محمد المرسي. اتفضل يا كابتن. فانا شايف الاتحاد السكندري السنه دي عامل عروض هايله، عامل انسجام في التيم، سواء الثلاث خطوط في ربط كويس بينهم، سواء في الناحيه الدفاعيه بيقفل دفاعيا كويس قوي غير اي السنين اللي فاتت كلها. وبعدين عنده حلول هجوميه سريعه، هجمات مرتده سريعه بيقدر يترجمها لاهداف. السنه دي عامل النهارده الاتحاد السكندري 16 بونت يا كابتن، ما شاء الله. يعني بينهي الدوري السنين اللي فاتت ما الدور الاولاني ما بيبقاش عامل 7 بونت 8 بونت. طبعا دي لحظات توقفت فيها المباراه. شايف هاني سليمان كان برضه بيرمي طوبتين 3 من جوه ارض الملعب، برضه امور لا تليق. نتمنى والله يا كابتن مدحت، انا بضم صوتي لصوت حضرتك. كل جماهير مصر نتمنى ان هم يحبوا مصر. يعني حب بلدك الاول، وبعدين حب ناديك، وبعدين احنا دايما حضرتك بتقول البلد مش ناقصه. بالظبط. احنا عايزين دي اسمها رياضه. فين الروح الرياضيه؟ والمظهر اللي قدامك ده يا كابتن كمان بيعمل مشاكل في المدرجات. اكيد. اكيد احنا كلنا لازم نلتزم، كلنا لاعبين وجهاز فني. يعني شوف الحكم هو اللي بيحوش. كابتن فهيم عمر ده اعتقد كابتن فهيم كويس. هو اعتقد هو اللي بيحوش بين اللعيبه. يعني اللي بيعمله ده هيخلصها بسرعه. ده ايمن سعيد برضو بيبقى حامي زياده. واحنا كلمناه قبل كده في الموضوع ده. خلاص كابتن فهيم خلاص وده السيد فريد الناحيه الثانيه رضاهم على طول خلاص. لكن مظهر كان ممكن يقلب الدنيا. وحش طبعا. وادي واحده ثانيه نفسها مش اوفسايد برضو خالص يا كابتن. لا مش اوفسايد. وتدخل هاني سليمان برضو الحقيقه في توقيت مهم جدا، لكن واضح نفس القطعه بالظبط. طب بص مصطفى كريم في الكرة دي. اول كرة مصطفى كريم، حذاري يحذر الشرس. مصطفى كريم حذاري. هو قرب قوي بالجون يا كابتن مدحت، قرب قوي، وكان لازم بدري خطوه يعملها في الجون قبل ما يقرب من الجون. بالظبط. هو قرب بالجون قوي، يعني اول ما عمل كده كان لازم من الحته دي يحطها، ما ياخدش بالخطوه شمال. بشمال. طبعا يحط وش رجله زي ما تطلع. هتطلع في وش الجول في جنب. لا جول، هتطلع جول 100%. هتطلع جول 100%. بالظبط. كانت فرصه عظيمه طبعا اسكندريه الحقيقه. النادي المصري مع الكابتن طلعت يوسف، الناس قالوا ان هو بيلعب بشكل دفاعي، باعتبار الكابتن طلعت بيميل للدفاع اكتر. انت تصورك يا كابتن؟ انا شايف ان الكابتن طلعت من المدربين الملتزمين. ليه اسلوب يا كابتن، هو اخده سواء مع الشرطه، سواء مع نادي الجيش، سواء مع النادي المصري، مع الفرق ان النهارده النادي المصري عنده عناصر مميزه هجوميا، لكن الكابتن طلعت ليه اسلوب دفاعي منظم
جميل قوي ازاي يحكم دفاعيا الاول، وده انا شايف ان حاجه صحيه جدا. ازاي ادافع الاول، لان الفريق اللي بيدافع كويس هو اللي بيكسب بالظبط. فهنا اسلوب الكابتن طلعت، ولحد النهارده هو ناجح نجاح كبير مع النادي المصري. صحيح. 2 فوز ورا بعض 6 بونت ما شاء الله 6 نقط ورا بعض. من هنا برضه يا كابتن مدحت انا عايز اقول حاجه. برضه حاجه انا بقول ان النادي حرس حدود السنه دي مش مفاجاه ان هو يعمل النتائج اللي عملها. مش مفاجاه. لا انا بقى من وجهه نظري طب انا عايز اعقب حاجه وهخليك تكمل يا كابتن. اللقطه دي ده جمهور النادي المصري راح في المدرج المخصص لجمهور الاتحاد السكندري. ايه العبره؟ بيسموها حاجه اسمها كورتاج. ايه كورتاج دي؟ ما احنا اتعلمنا اللغه، عارف انت كيميكا وكيميكو. دي بقى كورتاج. ايه كورتاج دي؟ ان انا جيت مكانك وقعدت مكانك، خلاص لويت الدراع ولويت دراعك وقعدت مكانك وولعت النار مكان. ما ينفعش. هل ينفع؟ ما ينفعش يا كابتن ابدا والله. وانتوا ناس مضيافين وناس لا وبورسعيد شعبها جميل ودمه خفيف وشعب كريم، ويا رب تعدي لكل الامور دي كده ونرجع كلنا نحترم بعض وكلنا نحب بعض. بنخاطب الناس دي يا كابتن ابو طالب، يعني لازم عندكم مضيافيه وعندكم جمال وعندكم حلاوه. طبعا. اتفضل يا كابتن. طبعا زي ما بقول لحضرتك يا مصطفى كريم الكوره دي. مصطفى كريم. شوف دي شاط دي منين؟ من بعيد. دي اللي يدوس عليها خطوتين بالظبط. الاتحاد السكندري كنت بتشيد بيه. اشيد بيه طبعا. السنه دي عاملين نتائج جميله وعاملين عروض كويسه قوي برضه عشان بيدافعوا الاول كويس، بس عايز عروضه برضه تبقى قويه. لازم يستمر شويه. بالظبط. بص الكوره دي، بص خلي بالك كابتن محمود سمير فين؟ في حد جاي. سمير اهو جاي على شماله انفراد. لو حط له انفراد طبعا. شايف يا كابتن محمود سمير طبعا فين؟ اتخاذ قرار خطأ. بالظبط. لو حط له بطن لازم يحط له انفراد كان راح هو جوه. تمام صح. بالظبط طبعا بالظبط. قرار خاطئ فعلا. نعم. فمن هنا انا بقول يا كابتن النادي حرس حدود انا شايف من وجهه نظري الشخصيه انه احسن وافضل فريق في مصر بيأدي كوره خططيه. هو بيلعب تكتيك عالي. عالي. دي بقى ضربه الجزاء. عايزين نشوفها يا محمد تاني برضه عشان ندي حكم فيها من احساسنا. طبعا دي بكاميرات مودرن سبورت يا كابتن ابو طالب. انت دايما يا كابتن مدحت سباق، ودايما اي انفراد بيبقى هنا. الله يخليك. بص خلي بالك. بص بنالتي طبعا. انا شايف انها بنالتي. راكب عليه. راكب على الخصم، وحتى لو ما كملش انت خلاص حطيت ايديك وسبت. بالظبط. خلاص استفدت. والتاني كفى اهو. خلاص. والتاني كفى على رفعت الايد دي لوحدها بنالتي. يعني رفعت الايد دي لوحدها حتى لو ما لمستش خلاص. لا بس لمس وجه عليه يا كابتن. لا وقع عليه. لا لمس راكب خالص. وقع عليه. راكب. لا ضربه جزاء. ضربه جزاء سليمه 100%. والحقيقه كابتن فهيم عمر من الحكام. لا من الحكام الاكفاء جدا طبعا وبنشيد بالحكام والله يا كابتن مدحت. كل الحكام انا امبارح خسرنا المباراه 2-1 ورحت لكابتن فاروق بعد المباراه وهنيت المساعدين. محمد فاروق قلت له شكرا يا كابتن محمد. اديته مباراه هايله. الاثنين مساعدين هايلين وحضرتك هايل. وشكرا. ما خسرنا المباراه. صحيح. لجنه الحكام في تطور كبير جدا. لا الحقيقه الحكام السنه دي ما شاء الله في بعض الاخطاء البسيطه لا تقارن بس ليك وعليك. ده الياسو. ده الياسو متخصص. يبقى الاثنين الافارقه هنا متخصص. هو زي سموحه برضه الافارقه بيستفيدوا منها جدا. طفره جميله. النهارده اللعيب الافريقي في الدوري المصري عامل مستوى عالي قوي يا كابتن. والاثنين حسن اختيار افارقه. جميل. يعني ده اخذ 3 افارقه 10/10 سموحه. جميل. وهنا نفس القصه. المصري واخد 2 الياسو ما شاء الله وسيسي اقوى من بعض. طبعا حقيقه يعني. طبعا ده الاختيار بقى. طبعا. حطها جميله ازاي يا كابتن. طبعا جميله. ودى هاني في حته وحطها في حته. حتى يعني صعب على هاني قوي. حتى لو راح لها بزاويتها مش هيلحق. لا صعب عليه جدا. سلفات الياسو ده جاب جولين في الزمالك على فكره. هو برضه من اللعيبه. هو متخصص. بس ده براولي بالك كويس قوي كمان. هو ستوبر كويس كمان. ستوبر كويس جدا. وهيدرز وقوي. هو لعيب كويس. بالظبط كده. بالظبط. ودي الصواريخ خلاص عادي. صواريخ النهارده والشماريخ رئيس النادي بيدفع قرشين وخلاص. والناس تنبسط في فرح العمده وانتهينا على كده. اتحاد سكندري بس ده كان تسلل. حاول ويحسب اتحاد سكندري. لا حاول وفي اكتر من فرصه. ده مصطفى كريم. في اكتر من فرصه. هو الحقيقه برضو الاتحاد السكندري السنه دي يا كابتن. لا صوره جديده. صوره جديده طبعا. حقيقه يعني. طبعا. والمباراه دي يعني المصري جايب لعيبه على مستوى عالي جدا. لا جايب لعيبه وعامل اعداد كويس وعنده جهاز فني محترم. بالظبط. ده ايمن سعيد اخذ انذار. بص بقى ايمن سعيد اخذ انذار وعمال يشوح ويعمل ويساوي وبتاع. في الاخر نفس القصه بتاعت شادي. بص بقى هيعملوا ايه فهيم عمر. نفس القصه زي بتاعت شادي محمد في التليفونات.
اخذ الاحمر. اتي انت خدت انذار خلاص، ابعد بقى عن الحكم خالص. وخصوصا انا عارف بتعامل مع شخصيه الحكم مين. محمود عبد الحكيم زعلان منه فبيتخانق مع زميله محمود عبد الحكيم. ما ينفعش يا ايمن، هو خرج عن شعوره خلاص يا كابتن. ما ينفعش، هو خرج عن شعوره. ما ينفعش. بيلعب في نادي كبير ونادي طبعاً. عظيم طبعا ولازم يبقى عامل حسابه هو قوي. لا هو اكيد في وقفه للكابتن طلعت، ما بيعديش الحاجات دي كابتن. لا ما بيعديهاش. لا الكابتن طلعت ما بيعديش حاجه. بالظبط. وتنتهي المباراه بهذه النتيجه. هي مباراه جميله والله، مع عامره فنيا. صحيح 2-0. فنيا المباراه تبان المستوى عالي، الفرقتين عاملين مباراه قوي.